أهلا بيكم. لو بتحب الغموض وبتدور على قصص غريبة ومريبة، أنت في المكان الصح. متنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ الحكاية. النهاردة قصتنا بتاخدنا لأوكلاهوما، وتحديداً سنة 2009. قضية اختفاء وموت عائلة جاميسون، يعني بوبي وشيريلين وبنتهم الصغيرة ماديسون. أيوة، قصة معقدة جدا ومحيرة. احنا بنتكلم عن عيلة كاملة بيختفوا فجأة، والمفروض كانوا رايحين يشوفوا قطعة أرض ناويين يشتروها في منطقة ريد أوك، منطقة نائية شوية. بالظبط. وآخر مرة حد شافهم كان يوم 8 أكتوبر 2009. وبعدها ب9 أيام، يعني يوم 17 أكتوبر، صيادين بالصدفة لقوا الشاحنة بتاعتهم. الشاحنة البيك اب البيضة بتاعتهم كانت مركونة في طريق ترابي كده وسط الغابة. وهنا بقى الأمور بدأت تبقى غريبة بجد. الشاحنة مقفولة، والكلبة بتاعتهم ماجي كانت لسه جوه، ومسكينة كانت عايشة بالعافية، حالتها وحشة جدا. لكن الأغرب من الكلبة هو اللي لقوه جوه العربية. كل حاجة تخصهم كانت موجودة، محافظهم، تليفوناتهم، بطاقاتهم الشخصية، كل حاجة. ومش بس كده، لقوا مبلغ ضخم 32,000 دولار كاش. متخيل؟ أيوة، ومخبأ تحت الكرسي الأمامي. والمفاجأة إن الفلوس دي محدش لمسها. ده طبعاً يعني بيخلي فكرة السرقة العادية دي مستبعدة تماماً. مين هيسيب كل الفلوس دي؟ صحيح. ده غير إن مفيش أي علامات عنف أو كسر في العربية، ولا أي دليل على اقتحام أو صراع. كأنهم ببساطة نزلوا من العربية ومشيوا واختفوا كده. بالظبط كده. وده بيفتح الباب لأسئلة كتير جدا. طيب راحوا فين وليه؟ وهنا ندخل على الأدلة اللي عقدت الموضوع أكتر. الرسالة اللي لقوها مع حاجات بوبي. رسالة طويلة حوالي 11 صفحة مكتوبة بخط إيده، وفيها كلام مقلق جدا، زي جملة إنه الأشباح بتهمس لي ومش عايزانا نعيش. كلام يخض بصراحة. كلام غريب ومخيف فعلا. هل ده كان دليل على مشكلة نفسية عنده، ولا كان بيلمح لخطر حقيقي؟ محدش عارف. ده غير الفيديو اللي لقوه في كاميرتهم الشخصية جوه الشاحنة برضو. الفيديو ده كمان زود الحيرة. بيظهر فيه بوبي وهو متوتر جدا، رايح جاي حوالين العربية، شكله قلقان أو خايف من حاجة. مش تصرف حد عادي رايح يشتري أرض خالص. أبدا. وشارلين مراته كانت قاعدة في الكرسي اللي قدام، تقريبا متجمدة مكانها. وصفوها إنها كانت بتبص قدامها بنظرة فاضية كده، كأنها في حالة صدمة أو مش في وعيها. وفي ملاحظة كمان في الفيديو لفتت نظر المحققين، وهي إنهم كانوا باينين نحاف جدا، شكلهم هزيل. وده الغريب، مع إن كان في أكل ومية. إزاي يكونوا بالحالة دي وعندهم أكل؟ ما هو ده لغز تاني، حالة الهزال ليه مع وجود الأكل والمية. والبنت الصغيرة ماديسون تقريبا ما ظهرتش بوضوح في أي لقطة. كل دي تفاصيل، الرسالة، سلوكهم في الفيديو، حالتهم الجسدية، عدم وضوح موقف البنت، كل ده خلى المحققين في حيرة تامة. وطبعا ظهرت نظريات كتير في الأول. ناس قالت يمكن اختفوا بمزاجهم، هربانين من حاجة، أو يمكن صفقة مخدرات مثلا حصل فيها مشكلة، خصوصا مع مبلغ الكاش ده. أو يمكن حالة نفسية، انهيار أو هلوسة جماعية. بس ولا نظرية من دول قدرت تفسر كل حاجة. بالظبط، كل نظرية كان فيها حتة ناقصة. الفلوس اللي محدش لمسها دي، والرسالة الغريبة. وفضل الوباء كده سنين، لغز محدش لاقيله حل، لحد نوفمبر 2013، بعد أكتر من 3 سنين على اختفائهم. أيوة، مجموعة تانية من الصيادين أو المتنزهين لقوا رفات بشرية. فين بالظبط؟ على بعد حوالي 5 كيلومتر من المكان اللي لقوا فيه الشاحنة، بس في منطقة جبلية وصعبة جدا. الوصول ليها صعب قوي حتى مشي. ولما عملوا تحليل الDNA اتأكدوا إنها رفات بوبي وشيرلين وماديسون. صحيح. العثور عليهم كان مفروض يدي إجابات، لكن للأسف فتح أسئلة أكتر. إزاي؟ المشكلة الأكبر كانت ولسه هي سبب الوفاة. الطب الشرعي ما قدرش يحدد سبب موت أي حد فيهم. إيه؟ مفيش أي علامات واضحة؟ مفيش أي دليل على طلق ناري أو طعن أو حتى كسور تدل على عنف، ولا سموم واضحة في التحاليل الأولية. غريب جدا. ماتوا إزاي طيب؟ ولوحدهم في مكان زي ده؟ ده السؤال الأهم. وإزاي وصلوا للمكان الواعر ده أصلاً؟ 5 كيلو في منطقة صعبة مش سهلة، ومفيش دليل إن حد أجبرهم أو نقلهم بالقوة. إذن إحنا قدام قضية لسه مفتوحة رسمياً،
مفيش متهمين، سبب الوفاة مجهول، الدافع غامض تماماً. وكل اللي باقي هو الحيرة والأسئلة اللي ملهاش إجابة. ورسالة بوبي دي عن همسات الأشباح بتفضل هي العنصر الأكثر إثارة للقلق والجدل. هل كانت مجرد هلوسة بسبب مرض؟ ولا كانت إشارة حقيقية لشيء ما؟ تهديد؟ خطر من نوع معين؟ بشري أو غير بشري؟ ده بيخلينا نفكر، هل ممكن يكون في تفسير بسيط ومنطقي بس لسه مستخبي؟ أو يمكن هل ممكن تكون في عوامل تانية؟ حاجات مش بنفهمها أو مش بنشوفها هي اللي لعبت دور في مصير العيلة دي؟ وهنا بنكون وصلنا لنهاية القصة، لكن الغموض ما زال مستمر والأسئلة لسه ملهاش إجابات. لو عجبتك القصة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وشاركنا رأيك في التعليقات. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.